كيف بتحبوا تعملوا المسخن؟ على أصوله ولا رولات؟ اليوم ما رح نعمله لا هيك ولا هيك، رح نعمله بصينية بالفرن بأسهل طريقة، ورح يطلع معكم بشهي يا جماعة. ورح أحضر جنبه السماقية الملوكية اللي رح أقدمها جنب الصينية. ما تتخيلوا قديش رح تطلع ملوكية فعلا. اللي ما جرب هالصينية فاتوا كثير. لهيك قبل ما نبلش دعمكم لإلي جدا مهم، لايك وكومنت على الوصفات، واحتفظوا بالوصفة وشاركوا الوصفة على صفحتكم لحتى تلاقوها مباشرة متى ما احتجتوها. هلا اول اشي نصلي على سيدنا محمد وبسم الله الرحمن الرحيم. للسماقية انا رح اضيف معلقتين لبن ومعلقتين طحينية ومعلقة صغيرة ملح ونص عصرة ليمونة وثوم مهروس، واخر اشي معلقة كبيرة من السماق البلدي. وبعد هيك رح احركهم كثير كثير منيح واقلبهم بالمضرب هذا المضرب اليدوي لحتى يصير القوام كريمي. تمام. بعد هيك بتكون جاهزة عنا مثل هذا الفيديو. شوفوا كيف هون بالفيديو بالضبط هيك. طعمتها يا جماعة غرام، عشان هيك اعملوها دائما جنب صينية المسخن، رح تطلع معكم بتشهي يا جماعة. هسا هون رح احكي لكم كيف انا بلشت بالصينية. اول اشي جبت انا تقريبا دجاجة ونص، لانه اصل هاي الاكل اصلا دجاج وبصل. اوكي، رح اجيب دجاجة ونص ورح اشيل عنها الجلد ورح اشيل اي زوائد، ورح اضيف عليها ليمون، طحينية، ملح ليمون وخل، ورح انقعهم 5 دقايق فيهم لحتى يصفوا الزنخة. وبعد هيك رح اغسلهم مثل ما انتم شايفين بالفيديو هيك انا عم بنزل عليهم المي بعد ما نقعتهم بالملح والليمون والطحينية والهاي، حطيتهم على جنب خليتهم يصفوا الزنخة بعدين غسلتهم. اوكي، هسا بعد هيك رح اضيف ثوم مهروس وزيت زيتون. تمام، رح ادعكم طبعا كثير منيح بالثوم المهروس وزيت الزيتون ودبس الرمان. هسا دبس الرمان يا جماعة بشهي مع هاي الأكلة، جربوه، ما تستغنوا عن الشغلات هاي اللي أنا بحطها بالفيديوهات، جربوها رح تعطيكم نكهات جديدة يا جماعة. هسا بعد هيك رح أحضر أنا بهارات البصل وبهارات الدجاج. أنا دايما الطبخة بحضر بهاراتها أول إشي، خلص هيك بحس حالي أنجزت. بهارات الدجاج هاي يا جماعة ماجي، ملح، فلفل أسود، هاي المطحون، بهارات مشكلة، كاري، كيجن، بابريكا، هدول الشغلات كثير كثير مهمين. ورح نضيف معلقتين كبار من السماق البلدي كمان. هلا الفرق بين السماق البلدي والسماق الثاني، السماق البلدي بيعطي طعم وبيعطي حموضة بتشهي يا جماعة، هو هذا الأصل. السماق الثاني هذاك بيعطي بس لون. اوكي، عشان هيك انتوا رح تجيبوا الاثنين، رح تجيبوا اللي بيعطي حموضه وطعمه واللي بيعطي لون. وضيفوا مثل ما انا قلت لكم بهارات صحيحه، هيل، قرنفل، ورق غار، بيعطي نكهات خرافيه للصينيه. وبعد هيك انا رح اعمل ثقوب بالدجاج لحتى يتنهنه بالزيت والبصل والبهارات والثومه مثل ما انا قلت لكم، مثل الفيديو تماما. شوفوا بعد هيك انا رح اقطع البصل، اصل الاكله بصل ودجاج، رح اقطع انا بصل كثير يعني لانه رح يذوب في الاكله. اوكي، فعشان هيك رح نقطعهم حجم وسط، مو صغير ولا كبير يا جماعه، جوانح يعملوهم. بعد هيك رح انزل ماجي وهيل وفلفل اسود وبهارات مشكله وسماق يا جماعه. طبعا يا جماعة أكيد رح نضيف السماق ورح نضيف زيت الزيتون ورح نقلب المكونات كلها مع بعض، وهيك الطبخة بتكون جاهزة. ببايركس أو أي صينية عندكم رح نحط البصل والدجاج بهالصينية، ورح نضيف عليه على الوجه شوية دبس رمان ورشة سماق. وبعد هيك رح أقصدرهم أنا، رح أقصدر الصينية ورح أدخلها بالفرن. أوكي، رح أدخلها على حرارة 200، الرف الوسط كالعادة لساعة أو ساعة ونص، وراح تكون جاهزة. وبعد ما نطلعها رح نعملها بالشواية تحميرة خفيفة من فوق، اشغل الشواي لحتى ياخذ الدجاج شوية لون. تمام، بعدين بطلعها وراح اطفيها باخر خطوة بعصير الليمون. ما تتخيلوا قد ايه الاضافة بتشهي للصينية يا جماعة، ما تستغنوا عنها، جربوها مع عصير الليمون بتشهي. شوفوا ما شاء الله كيف طلعت بتشهي يا جماعة، ما احكي لكم عن الريحة مسخن، طعمتها خرافية. جربوها بهذه الطريقة كتير سهلة، رح تحضروا بس بربع ساعة المكونات ورح تحطوها دايركت بالفرن بدون اي غلبة. ريحتها زي ما قلت لكم بتشهي يا جماعة، لازم تجربوها بهذه الطريقة. ما شاء الله الدجاج منهنه بالبصل وزيت الزيتون. قلت لكم يعني هاي فكرة جديدة غير عن الطريقة التقليدية، أنا نعملها بصينية. يعني هالصينية يا جماعة ممكن تعمليها فكرة كثير حلوة إنك تحطيها بسفرتك مثلا كطبق من الأطباق مع الأطباق الرئيسية، كثير زاكي وبشهي منظره، يعني مسخن صراحة. خليني أحكي لكم دعمكم لإلي جدا مهم للصفحة، لايك وكومنت، احتفظوا بالوصفة.